السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم البنات، نتمنى أنه لا فيديو تاعنا اليوم يلقاكم بخير. اليوم إن شاء الله راح نبدأ في أول حلويات العيد. جبت لكم صابلي الشوكولا، راح نعطيكم يعني في هذه الوصفة حيل وأفكار بزاف هايلة. يعني الحشو الصابلي راحين يعني تحصلوا على حشو بزاف بنين بأقل التكاليف. أيضا راح نعطيكم يعني طريقتي في تحضير كلاصاج الشوكولا. كلاصاج راح نحضروه بالماء، يعني كاينين بزاف يقولوا لي يعني كلاصاج تاع الشوكولا كي نخلطوا له الماء ما ينشفش. نقول لكم تبعوا هذا الفيديو للاخير، راحين يعني تستفادوا منه حوايج بزاف. ولا كنت اول مره تشاهدوا قناتي نقول لكم مرحبا بكم. واول حاجه نبداو بها هي الصلاه والسلام على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. الوصفتنا تاعنا اليوم راحين نحتاجوا فيها 125 غرام مارغرين، راح نزيد نضيف لها حبه بيض كامله، ونضيف ايضا غرفه صغيره فانيلا. راح نضيف ايضا حوالي ربع كاس زيت مع ربع كاس سكر كلاصي. يعني راح نحطوا المكونات تاعنا كامل على ضربه. كما قلنا يعني انا استعملت 125 غرام مارغرين، انتي الا استعملتي 250 غرام مارغرين يعني راح تضاعفي المكونات الباقيه. راحين هنا نخلطوا المكونات تاعنا كامل بالباتر. يعني هنا اللي ما عندهاش الباتر تقدري تستعملي يدك. شنو هي يعني خلطي المارغرين تاعك مليح مع المكونات حتى يعني تشوفي المكونات تاعك انسجموا كامل في بعضهم. بعد ما تحصلنا على هذا القوام، هنا راح نضيفوا غرفه كبيره كاكاو. نزيدوا خلطوا هنا الكاكاو تاعنا مليح. وبعد هذا راحين نزيدو نضيفو ايضا 2 مغارف كبار نشا باش يعني الصابلي تاعنا يجينا خفيف. نزيدو نخلطو النشا تاعنا مع المكونات. يعني هذه عجينه الصابلي تقدروا تعتمدوها لكل انواع الصابلي، تجي خفيفه وتجي هشوشه، وايضا يعني ما تتكسرش وما تتشققش. بعد ما خلطت المكونات تاعنا كامل، زدت ضفت حوالي كاس فرينه مع نص غرفه صغيره من خميره الحلويات. نخلطوا الفرينه تاعنا مع المكونات. وبعد هذا يعني راحين نلموا العجينه تاعنا باليد. راح نكمل هنا نلم العجينه تاعي بيدي، يعني حتى نتحصل على العجينه تكون متماسكه وتكون طريه. حاولوا البنات يعني عجينه الصابلي ما تنشفوهاش بزاف. بعد ما تحصلت على هاد العجينه يعني هنا مباشره راحين نبداو نشكلوا او نطرحوا الصابلي تاعنا. استعملت هنا كيس بلاستيكي، يعني حطيته على سطح العمل وزدت غطيت كما شفتوني العجينه تاعي بالكيس بلاستيكي. وراح نطرح العجينه تاعنا. حاولوا يعني ما تخليوهاش خشينه بزاف وما ترقوهاش بزاف، يعني يكون يعني السمك تاعها متوسط. نجيبوا هنا طابع، تقدري ايضا تستعملي يعني اي طابع عندك او اي شكل يعني عندك. انا استعملت هذا الشكل الدائري. نجيو هنا نحيو الزوائد هذو تاع العجينه ونهزو يعني الكيس البلاستيكي تاعنا ونحيو الحبات تاعنا يعني بكل سهوله. هكذا نهز يعني الكيس البلاستيكي تاعي ونحي الحبات تاعي. راح نحطوهم في بلاطو اللي يدخل للفرن. نشعلوا على الصابلي تاعنا حتى يطيب لنا من تحت، يعني حتى نشوفوه نشف من تحت. وبعد ما ينشف لنا الصابلي من تحت راحين نشعلوا له من فوق، يعني يزيد ينشف لنا شويه فقط ونجبدوه. راح نحطوه على درجه حراره 180 درجه. نحطوا يعني الصابلي تاعنا في الوسط. بعد ما حطيت الصابلي يطيب نروحوا هنا نحضروا هذا الورود او يعني نوجدوهم. يعني من الاحسن البنات لو كان يعني توجدوهم بنهار من قبل، هكذا يعني ما يديلكمش الوقت الصابلي، لانه هذا الورود يعني يحكموا اليد شوي وايضا يعني يديو الوقت. هنا ذوبت كميه من الشوكولا على حمام مائي بدون اي اضافه، يعني ما تزيدي لها حتى حاجه. وجبت كما شفتوني هذا الطابع او هذا المول تاع الوردات. انا استعملت يعني هذا الطابع البلاستيكي، راهو يتباع عند يعني اللي يبيع لوازم الحلويات. نحطوا كميه من الشوكولا في الطابع تاعنا وراحين ندخلوه مباشره يعني للثلاجه. يعني ما يديش وقت بزاف، حوالي 3 دقائق حتى 5 دقائق يعني يكونوا الورود تاعك واجدين. هذا هما الورود يعني اللي تحصلنا عليهم. نجيو هنا نزينوا الورود تاعنا. عندي هنا ملمع غذائي اصفر. رايحين هنا نزينوا يعني
الريشات تاعنا تاع الورود، وايضا يعني راح نزين الحواف تاع الوردة. يعني هذا الطابع كاين طابع تاع السيليكون وكاين الطابع هذا البلاستيكي، هذا يعني ما يدير حوالي 10,000، يعني ما موش غالي بزاف، تقدروا يعني تشريوه وتستعملوه هكذا. يعني راح نزين الريشات تاعي او نلونهم يعني كامل باللون هذا بالدوري. وايضا راح نزين يعني الحواف تاع الورده، تاع كل ورده يعني نزين لها الحواف هكذا باش يبان لنا يعني الشكل تاع الورده. راح نكمل هنا نزين الحواف تاع الورود تاعنا، وبعد هذا نروحوا نحضروا كريمه الزبده. بالنسبه لكريمه الزبده راح نعطيكم يعني الطريقه اللي تحضروا بها كريمه الزبده، راح تحصلوا على كريمه خفيفه وبزاف بزاف بنينه. بالنسبه لكريمه الزبده عندي 125 غرام مارغرين، زدت ضفت لهم 3 مغارف كبار من بودره الشانتيي. يعني هذا الكريمه انا ما طلعتهاش بالسكر كلاصي، طلعتها ببودره الشانتيي، وزدت ضفت لها كيما شفتوني مغرفه كبيره من شوكولاته الطلي. يعني راحين تحصلوا على كريمه تجي بزاف بزاف خفيفه، وتجي ايضا يعني تجي ما تقهمش، يعني تقدري تاكلي حبه الحلوى الكاطو تاعك بلا ما تقهمك. يعني الكريمه هذيك نحطوا هنا الكريمه تاعنا في لابوش. وهنا راح نعطيكم ايضا فكره ثانيه يعني الحشو الصابلي. عندي كميه من المعجون، راح نزيد نضيف له حوالي مغرفه صغيره من باترون بذوق الكراميل، وراح نتحصلوا على معجون بذوق الكراميل يعني نحشو به الحلويات تاعنا. يعني فكره بزاف هايله، راح تحصلي يعني على حشو رائع وبزاف بزاف بنين. نجيبو هنا الحلوى تاعنا ونبداو يعني نحشيو فيها بالطريقه هذه. نحطوا يعني كميه من كريمه الزبده على الحواف، وفي الوسط راح نحطوا يعني المعجون اللي كنا خدمناه يعني بذوق الكراميل. نحاول نحي هذا الزوائد يعني تاع كريمه الزبده هكذا باش تجينا يعني الحبه مفينيه وتجينا ايضا يعني متحوفه. بالتدبيره هذه يعني تاع المعجون راح تحصلي على صلصه الكراميل باقل التكاليف، يعني تقدري تحضريها في البيت بلا ما تشريها. نكمل هنا نحشيو الصابلي تاعنا، وبعد هذا يعني رايحين نمروا يعني للمرحله الاخيره ونقلاصيو الصابلي. عندنا هنا كميه من الشوكولا حوالي 150 غرام من شوكولا بالحليب، كنت ذوبتها على حمام مائي. هنا راح نعطيكم يعني طريقتي في تحضير كلاصاج الشوكولا. بعد ما ذوبت الشوكولا تاعي راح نزيد نضيف لها 2 مغارف كبار من ماء يكون سخون، يعني الماء هذاك اللي ذوبنا فوقه الشوكولا. نحركوا هنا الشوكولا تاعنا مليح. بعد ما تضيفوا 2 مغارف كبار شوكولا راحين يعني الشوكولا تاعكم راح وكانها يعني يفسد القوام تاعها، كما راكم تشوفوا رايح يولي القوام تاعها يعني كانه عجينه. ما تخافوا منها ما والو. شوفوا هنا زيدوا مغرفه او 2 من الماء وكملوا حركوا، يعني هنا لازم يدك تكون خفيفه، حاولي يعني تزربي تحركي راح تتحصلي على هذا القوام. شوفوا كي زدت ضفت لها يعني مغرفه من الماء رايح يعني القوام تاعها يتبدل ومام اللون تاعها ايضا، يعني هذاك الماء راح يعطيكم لمعه بزاف هايله للشوكولا. شوفوا القوام تاع الشوكولا تاعي كيف تحصلت عليه، تحصلت على شوكولا عاقده. هنا راح نزيد نضيف لها مغرفه كبيره ماء ونكمل يعني نحرك حتى نتحصل على القوام اللي نحوسوا عليه. يعني كاينه وحده يعني قالت لي باللي الشوكولا كي دارت لها هكذا الماء فسدت لها وخسرت. نقولها يعني ما تخافي منها ما والو، تبعي هذه الطريقه راح تحصلي على نتيجه رائعه. وكاينه يعني ثاني وحده قالت لي الشوكولا كي ندير لها الماء ما تنشفش. يعني ممكن انه يعني تكوني كثرتي الماء بزاف، انا يعني نديرها بهذه الطريقه وتنجح لي يعني 100%. يعني هذه الطريقه معتمدتها عندي سنوات، ما نبدلش يعني هذه الطريقه تاع الكلاصاج يعني كامل نتحصل على نتيجه رائعه. والشوكولا تاعي يعني تجمد، والماء هذاك كما قلت لكم يعطيني يعني لون بريق بزاف هايل.
للكلاصاج تاعنا. نجيو هنا نكلاصيو الحبات تاعنا تاع الصابلي، يعني نحاول هذوك الفقاعات بكيردون نخرج يعني الهواء اللي فيهم باش نتحصلوا يعني على شكل جميل. بعد ما كلاصيت الحبات تاعي حطيتهم فوق يعني غلاف هكذا بلاستيكي او كيس بلاستيكي، ونخليو الحبات تاعنا يعني حتى ينشفوا لنا مليح. وبعد هذا رايحين نكملوا التزيين تاع الصابلي تاعنا. راح نضيف هنا يعني قطرات فقط من الشوكولا ونلصق يعني هذا الورود. وبهذا يعني تكون الوصفة تاعنا تاع نهار اليوم واجدة. هذا هو صابلي الشوكولا او صابلي الورود اللي كنت حضرته اليوم معاكم، يعني شاركتكم بهذه الوصفة بزاف هايلة. وصفة الصابلي هذه يعني اعتمدوها لجميع انواع الصابلي، ناجحة من اول تجربة. ايضا يعني عطيتكم حيل وافكار لحشو الصابلي، ايضا اعطيتكم يعني طريقة تحضير كلاصاج الشوكولا. راح نقسم معكم حبة من الصابلي. شفتوا البنات يعني حبة الصابلي كي قسمتها بالموس يعني تحسوا باللي الشوكولا تاعنا يعني جمدت وحكمت روحها. انا بعد ما خليته يعني بات ليلة كاملة يعني تحصلت على صابلي خفيف هشوش يعني يذوب في اليد، وحشو ايضا بزاف خفيف وبزاف بنين. نتمنى انكم تجربوا هذا الصابلي او هذه الطريقة اللي عطيتها لكم اليوم. ولا جربتوا طريقتي في تحضير الصابلي ما تنساوش غالياتي رجعوا لا فيديو وكتبوا لي في التعليقات واعطوني رايكم فيها. ايضا بلا ما تنساو بارطاجيو الوصفه مع الاهل والاصدقاء تاعكم هكذا يستفادوا يعني من هذا الحيل والافكار. وبلا ما تنساو في الاخير الا لحقتوا لهذا المقطع من الفيديو خليوا لي جيم اسفل الفيديو. دمتم في رعايه الله وحفظه، الى الملتقى ان شاء الله.